السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتر ما هي حلوة وسهلة هتقومي تعمليها حالا. يلا بينا نشوف ايه الطريقة. أنا كان عندي شوية لحمة مفرومة متعصجة متبقية عندي من غدا. كنت عاملة كوسة وبطاطس محشية واتبقى معايا شوية اللحمة المفرومة المتعصجة دي حطيتها في الفريزر. بعد كده قلت هقوم اعمل الطريقة دي وهطلع اللحمة المفرومة المتعصجة اللي انا عيناها وهزود عليها فلفل اخضر وطماطم. وجبت الفلفل الاخضر وقطعته جوليان. بعد كده جبت الطاسة او المقلاية حطيت فيهم شوية زيت، واول لما الزيت سخن نزلت عليه بالفلفل، واول لما الفلفل يدبل وريحته تطلع انزلي عليه بالطماطم وقلبيهم كويس قوي مع بعض. وافضلي قلبيهم مع بعض لحد ما الطماطم تستوي معاكي. ودي اللحمة المفرومة اللي كانت متبقية مني وحطيت عليها الفلفل الاخضر والطماطم وقلبتهم مع بعض. وزي ما انتوا شايفين اللحمة المفرومة كان فيها حباش كزبرة وشبت وبقدونس، لان انا كنت زي ما قلت لكم عامله اللحمه المفرومه كنت بحشي بيها بطاطس وكوسه، ودول اللي اتبقوا معايا وحطيتهم في الفريزر، وبجد كان طعمها حلو قوي قوي بالحباش. لازم تجربوها، سهلة وحلوة قوي. ممكن تجربيها بأي حاجة عندك، جبنة رومي، أي حاجة متبقية عندك في التلاجة، أو ممكن بيض. هتمشي معاكي بأي حاجة، وسهلة وبسيطة ومش هتاخد منك أي وقت، وتغيير حلو قوي قوي قوي. وجبت صينية ودهنتها زيت وجبت عيش قيصر وقسمته نصين. ومش لازم عيش قيصر، ممكن تعمليه بعيش عادي وتقسميه نصين وتحطي عليه الحشوة المتاحة عندك. وجبت بقى الكاتشب ودهنت كل نص بيه شوية كاتشب وعملته بالفرشة زي ما انتم شايفين. بعد كده جبت اللحمة المفرومة اللي احنا عملناها وحطينا على الفلفل الاخضر والطماطم ونزلت بيها على العيش. انا دلوقتي بتفرج على الفيديو وعايزة اقوم اعملها تاني، وزي ما قلتلكوا بالمتاح عندكم اي حاجة موجودة في التلاجة عندك هتمشي، كأنك بتعملي سندوتش عادي. حتى لو جبنة نستو حط عليها زيتون، اي جبن هتمشي معاكي بس. وبعد كده دخلتها في الفرن على درجة حرارة من 180 ل 200، مش هتأخر معاكي عن ربع ساعة. وكنت رشيت عليها شوية موتزاريلا، واو بجد تحفة تحفة تحفة. الفيديو بيتكلم عن نفسه، سهلة وبسيطة ومش مكلفة وما بتاخدش منك وقت نهائي، وكل اللي هيدوقها هيحبها قوي. واتمنى يكون الفيديو عجبكم. باي باي.